السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احوال جيدة ان شاء الله. كنبغي نرحب بالمتتبعين ديالي وايضا بالناس الجداد اللي انضموا لقناتي عالم ليلى. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد العصير زوين بزاف غادي ينفعكم في رمضان. كما كتعرفوا رمضان ما بقى ليه والو، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والهنا وطول العمر وبشي رزق ان شاء الله وبشي حجه للوالدين في القريب العاجل. بالنسبه لمقادير العصير ديالنا، عندي هنا جوج خيارات غسلتهم مزيان وحيدت لهم القشره وقطعتهم طريفات صغار. عندي هنا حامضه غسلتها مزيان وحيدت لها ديك القشره البيضاء كتكون حاره وزولت لها ايضا دوك العظام اللي تيكونوا وسط الحامض. سكر سنيده على حسب الذوق، انا غندير 3 المعالق كبار. فانيلا ويوغورت بالنكهه ديال البيستاج واطرو ديال الماء. نبداو على بركه الله في تحضير العصير ديالنا. اول حاجه غادي نطحنوا الخيار والحامض والماء. بسم الله. غادي نحطوا كلشي في الخلاط الكهربائي. حامضه غادي نحطوا عليه الماء. بسم الله. غادي نطحنوا هاد المكونات بوحدهم هما الاولين ونطلقاو باش نصفيوهم. من بعد غادي نزيدو سكر سنيده واليوغورت والفاني. العصير ديالنا هو طحناه، دابا غادي نصفيوه. بسم الله. غتصفيوه بشي صفايه كما كتشوفوا معايا باش يبقى لنا غير الماء. نحاولوا نعاونوا بشي معلقه. هانتوما هادشي هذا صافي غير كنحيدوه، تيبقى لنا غير الماء صافي كما كتشوفوا معايا. صافي دابا غادي نردوه للموليميكس وغنضيفوا عليه الباقي ديال المكونات. من بعد ما صفينا العصير ديالنا دابا غادي نضيفوا عليه سكر سنيده وغنضيف ايضا فاني، سكر بالنكهه ديال الفاني. وغنضيفوا ايضا اليوغورت بالنكهه ديال البيستاج. تقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتو، غير هو هذا كيجي مع هذا العصير زوين، تعطي واحد المذاق خطير. صافي دابا غادي نطحنوا المكونات ديالنا وغنشوفوا النتيجه النهائيه، نشوفوا العصير ديالنا كيفاش كيجي. متتبعين ديالي، العصير ديالنا ها هو موجود، كبيته في كويسات كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نكب معكم واحد الكاس تشوفوا القوام ديالو كيفاش كيجي. هو ما كيجيش خاتر، كيجي جاري شويه ومنعش وزوين بزاف. جربوه وردوا عليا في لي كومونتير قولوا لي كيفاش جاكم. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والا عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. بالصحه والراحه، الى اللقاء.